وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض البتنجان اللي بيتقلي في الزيت وبيتعمل مخلل. في منه نوعين، نوع بيسلقوه ونوع تاني بيتعمل في الزيت. انا هعمل لكم النهاردة اللي هو بعمله في الزيت، وبعد كده هعمل لكم في فيديو تاني وهو مسلوق. بصوا انا نشفته بورق مطبخ، يا ريت ما يبقاش فيه ميه خالص، وعملت له فتحه كده من قلب البتنجانه كده، فتحه صغيره. مرضتش افتح البتنجانه من اولها لاخرها علشان ما يتحرقش مني في الزيت. وجبت الفلفل وقطعته كده برضو، تقطعيه الحجم اللي انتي عايزاه. ويا ريت تسيبي راس البتنجانه كده علشان دي بتخليها بتحميها من ان هي تتحرق في النار في قلب الزيت يعني. بس فيلا بينا نشوف ايه هي مقادير الوصفه. اول حاجه معايا توم مهروس، وعليه فلفل فلفل حار، فلفل اخضر. ودول انا هرستهم يعني مع بعض، مفيش عليهم اي حاجه خالص غير معلقه ملح. عندي هنا عشان عندي البتنجان كميه كبيره، عندي 4 ليمونات كبار، لازم عصير الليمون يكون كتير، اقل حاجه 3 ليمونات. وعندي هنا ربع كوبايه خل. يلا بينا نبدا وصفه. اول حاجه لازم وانا حاطه الزيت على النار لازم طبعا يبقى سخن. يبقى سخن ليه؟ علشان ما البتنجان ما يشربش مننا زيت. طيب انا عايزاه ما يتحرقش من بره ومن جوه يبقى ني. هقول لكم اول ما الزيت يبدا يسخن، يسخن مش يسخن جدا، يسخن، هوريكم انهي وقت بنحطه في الزيت. يلا بينا. انا كده الزيت بتاعي سخن، بسم الله. شايفين؟ لازم يبقى درجة الحرارة دي ما يبقاش عالي قوي علشان اولا ما نعملش حرايق، وعشان كمان البتنجان بتاعنا من بره ومن جوه يكون مستوي، مش من بره يتحرق بس. سامعين كده؟ الزيت بتاعنا متوطي عليه وسط، وعلشان انا شلت الميه ونشفت. كل ما تنشفي البتنجان من الميه كل ما يبقى الزيت عندك بالهدوء ده. كل ما تسيبي البتنجان وهو مليان ميه وتحطيه في الزيت هتبقى الدنيا صعبه جدا معاكي، ومش هتعرفي تسيطري اصلا على الزيت. فنخلي اي حاجه بنقليها في الزيت تكون ناشفه ما فيهاش ميه خالص. واحنا هنفضل سايبينه. بصوا ادي الزيت عندنا، احنا حاطينه البتنجان والزيت سخن، ولكن درجه حراره تحتمل، مش درجه حراره عاليه اللي هي تحرق البتنجان من بره. هنسيبه كده بالظبط 5 دقايق، وهنقلبه على الجنب التاني. امتى بعرف ان البتنجان بتاعي استوى وان انا اطلعه؟ لما بلاقي البتنجانيه بدات ان هي تكبر كده، اللي هي تتنفخ شويه. فهوريكم برضو شكلها بيبقى عامل ازاي. بصوا بيبدا البتنجان بتاعنا يبدا يتضاعف ويتفتح كده، شايفين كده؟ هبدا ان انا اطلع البتنجان بتاعي كده جاهز ان انا اطلعه علشان نحط جواه الخلطه بتاعتنا. وبكده نكون خلصنا كل قلي البتنجان والفلفل. بصوا بقى، هنبدأ نجيب السكينة كده. طبعا هو لسه طالع من الزيت فسخن جدا. نعمل كده. بصوا شايفين قلب البتنجانة ابيض ازاي؟ علشان انا ما كنتش عامله لها فتحه من اول فوق لحد تحت. لو فتحناها الفتحه اللي انا قلت لكم عليها الصغيره دي، بعد ما تطلع من الزيت نفتحها كده، هنبقى عارفين ان لما نيجي نفتح البتنجانه هنلاقيها من جوه قلبها ابيض مش محروق. كده البتنجان بتاعنا مستوي. هفتح كل البتنجان كده وارجع نحط مع بعض التتبيله بتاعته اللي تجنن. بعد ما فتحت كل البتنجان بتاعي كده، معلش انا حطيته في طبقين علشان هو يعني مش مكفي الطبق ان انا افتحه كده. اول حاجه وهو سخن لازم ياخد، وبعدين انا لازم ادي البتنجان حقه. ما عنديش بتنجانه حاجه وبتنجانه حاجه، كل البتنجان عندي غلاوه واحده. فهنجيب بقى العصير الليمون بتاعنا، ونبدا بقى نحط في كل البتنجان بتاعنا عصير الليمون ده. ولازم يبقى سخن علشان البتنجان يشرب كل الليمون ويشرب كمان من التتبيله، لكن لو بارد مش هيعمل اي حاجه خالص. هكمل الكميه وارجع لكم تاني. عصرنا خلاص الليمون بتاعنا في كل الكميه. بقى نيجي عند التتبيله بتاعتنا، الثوم والفلفل والملح، وهننزل بربع كوبايه الخل. هنقلب كل ده كده مع بعضه. بسم الله. الريحه طبعا يعني مخلياني واقفه يعني بجد عايزه اكل. هناخد بقى كده نحط بقى في البتنجان الفظيع بتاعنا ده. خلص كل الكميه بالطريقه دي كده وارجع لكم تاني.
وبعد ما خلصنا كل الحشو طبعا ما تنسوش الاستاذ فلفل عشان بيزعل. انا برضه حطيت عليه من نفس التتبيله، لاني كنت ساعات بنسى اصلا ان انا احط على الفلفل وكان بيعاتبني، بس ما علينا يعني، انا المره دي افتكرته. حطيت له من نفس التتبيله. وطبعا كل الليمون اللي نازل والخل ده كده اوعي ترميه، ده هو ده كل الحلويات. يعني عايزه اقول لكم لو جربتوا البتنجان بطريقتي هتعجبكم قوي قوي قوي. اتمنى يكون الفيديو استفدتوا منه، وصفتي عجبتكم. استنوني في وصفه جديده. باي باي.